يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم كده طعمه لذيذ، هيتحط على اي ساندوتش. بجد هيوديه في حتة تانية خالص، يعني ده اصلا يتاكل لوحده. اول حاجة معانا هالبينو او خيار مخلل. انا ما كانش عندي خيار مخلل وكان عندي هالبينو، فلما عملته بيه ادى تيست احلى من الخيار المخلل. كمان جبت بقى حطيت الهالبينو، قطعته كده قطع صغيره، ونزلت عليه بالكاتشب والمايونيز والمستردة، ونزلت عليه بقى بالبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وذرة كمون وذرة فلفل. ولو حسيتي اللي هو محتاج ليمون حطيله، بس هو ما كانش محتاج اي حاجة خالص. هو بجد كان طعمه لذيذ وكان طعمه جديد بالنسبة لي وعجبني، وبجد بيليق قوي على اي ساندوتش، وخصوصا اللحمة المفرومة. لو عملتي تاكو باللحمة المفرومة او عملتي برجر ايا كان، بيدي بجد للساندوتش حتة تانية خالص. انا عملته بقى مع تاكو اللحم المفروم، بجد كان طعمه حلو قوي وعجبني. كنت اول مره اجربه بس مش هتبقى اخر مره. هنزل لكم باذن الله الفيديو، بس انتوا لو عايزين الوصفه اكتبوا لي في كومنت وانا هنزلها لكم الفيديو الجاي باذن الله. حطيت بقى الصوص وحطيت البصل كده عشان يديله تست حلو، وحطيت الكابوتشا كده مقطعه قطع رفيعه طويله. وبجد الساندوتش كان طعمه خطير خطير خطير، وبجد مشبع جدا. لو عايزين بقى الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي في الكومنت اللي انتوا عايزين الوصفه اللي هي تاكو باللحم المفروم.